ازاي يا جماعه؟ ليه لازم اوقف سكر؟ هل ده هيكون مفيد ليا ولجسمي ولصحتي ولا لا مش هيفرق معايا في حاجه؟ طيب خليني اقول لك تجربتي انا الشخصيه عن الموضوع وبعد كده نبدا نشرح الموضوع واحده واحده. مبدئيا انا وقفت السكر تماما في 23 شهر اللي فات وخدتها التجربه كده لمده 30 يوم. احنا النهارده يوم 26 يعني قلت ازود كده يومين ثلاثه على ما صورت الفيديو. طب ايه نوعيه السكر اللي انا كنت موقفها؟ هي السكر العادي اللي احنا بنحطه في الشاي او في القهوه او الحلويات، لان في نوعيه تانية زي اللي بتيجي من الكربوهيدرات وكده وفي الاكل، فلا دي كنت باكل عادي جدا. فانا مثلا شاي قهوه الحاجات دي كلها من غير سكر خالص، قاطع حلويات او اي مشروبات غازيه، ولكن باكل نشويات بقى زي ما انا عايز، يعني فاهم اللي هو ايه، رز ومكرونه والحاجات ديت زي ما انا عايز. طيب الموضوع بدا معايا بقى ازاي؟ زي في بدايه الفتره دي في اول اسبوعين كده تقريبا كان في طعم مراره في بقي يعني مش طبيعي، حاجه رخمه جدا. انت حاسس ان انت يعني فاهم يعني كل حاجه مره، مفيش حاجه لها طعم حلو خالص. الاسوأ ان الفتره دي جالي فيها دور برد، فيعني الموضوع بقى كان ده زوري ده هنا كده ملح حرفيا. وثانيا بقى ان اسوأ حاجه في الدنيا هي كوبايه الشاي من غير سكر. الفتره اللي فاتت دي كلها كانت فتره امتحانات، يعني كوبايه الشاي وساعتين الجد حرفيا بقى ما كانش فيه كوبايه الشاي دي. طعمها بجد يعني حاجه ما تطاقش ان انت تشرب شاي من غير سكر. وانا طبعا دخلت فاتح صدري جامد كده ورحت قاطع سكر تمام، اللي هو حرفيا ولا معلقه. كنت بقى بديها ينسون على حلبه على قهوه طبعا الصبح بس من غير سكر. القهوه كانت بالنسبه لي تمام يعني طعمها مقبول، انما الشاي لا يعني حاجه لا تطاق. بس يعني مع الوقت اتعودت عليه لانه اكتر حاجه متوفره، فبالتالي وانت بتذاكر محتاج حاجه تتسلى فيها فقشطه بنعمل شاي ونشربه من غير سكر. الموضوع بدا يفرق معايا بقى بعدها بثالث اسبوع كده ولا حاجه، ان الاعراض اللي كانت بتجيلي وانا باكل سكر عادي بدات تختفي. يعني مثلا في الايام العاديه اللي انا كنت باكل فيها سكر ما فيش مشكله فيه، كنت انت الصبح مثلا بعد ما بتفطر بتاخد لك مثلا كوبايه شاي 3 معالق سكر، بعد كده بنقعد مثلا لحد الغدا وبعد كده تضرب دبه جامده في الغدا، حلي بعدها بحلويات بسبوسه بتاع ايا كان، ده كمان كوبايه شاي، او على الاقل مثلا الصبح كان بيبقى قهوه وبعد كده الظهر بيبقى شاي 3 معالق سكر. انت عندك سكر في الشاي، سكر في الغدا اللي هو الكربوهيدرات الكميه الكبيره اللي انت بتاكلها، سكر في القهوه، كل ده بقى كان بيعمل لك شويه اعراض كده اختفت معايا في الاسبوع الثالث تقريبا. وهي ان انا كنت بصحى كل يوم الصبح مش بدوخ، مش بحس بالدوخه اللي انا كنت بقوم بيها ديت، يعني بقوم فايق وقادر ان انا اتحرك مش دايخ كده. فرق معايا جدا في التركيز في المذاكره، دايما صاحي وفايق وقادر ان انا اشتغل على طول، ما اقعدش مثلا ساعه ساعتين على ما ابدا فاخش في المذاكره وكده. وحتى كمان مش بفقد التركيز بسرعه، كان نشاطي ومجهودي اعلى، وده كان بيبان ان انا كنت مثلا ممكن اذاكر من الفجر لحد الساعه 12 بالليل، طبعا مش متواصل، طبعا في اوقات راحه غير اوقات الصلاه كمان. وطبعا من اكبر المشاكل اللي كانت بتقابلني في المذاكره هي فكره ان انا بكسل بسرعه، انت تقوم وتعمل حاجه وتعمل مجهود بعد كده تحس بالخمول، بعد كده تحاول تذاكر تاني وبعدين تحس بالخمول، فتلاقي نفسك قعدت 3 ساعات من غير اي انتاجيه في المذاكره. فلا الموضوع ده قل جدا وبقى نشاطي وانتاجيتي اعلى. طبعا ده مش معناه ان هينعكس على الدرجات، عشان بس يعني الحوار الدرجات ده بيعتمد على الترم كله مش على الشهر اللي انا زنقت نفسي فيه ده، بس يعني ده اللي كان بيحصل معايا. طبعا كل اللي بقوله لك ده هو تجربتي انا، يعني احساسي انا الشخصي، مش هنا بقى على مبادئ علميه او كتب معينه بتتكلم في الموضوع ده، لا ده تجربتي انا، اللي هو ممكن انت لو وقفت سكر في حاجات ما تحسش بيها زي ما انا اتكلمت عنها، فاهم يعني تلاقي نفسك برضو مكسل في المذاكره فمش عارف ليه، بس دي تجربتي انا الشخصيه، خلي بالك من النقطه دي. لو الجزء العلمي هنتكلم فيه دلوقتي. طيب خلينا بقى قبل ما نخش في الحاجات اللي انت تعملها لما تيجي توقف سكر لازم نشرح ايه اللي بيحصل في الجسم لما بتاكل سكر. الطبيعي ان اللي بيحصل في جسمك ان السكر ده مصدر للطاقه، مصدر اساسي، يعني مصدريه طاقه للعضلات وللنشاط والحركه ديت هو الاكسجين والجلوكوز. فانت لما بتاكل حاجه مسكره بتخش الجسم وبتمتص في الخلايا، بتعمل لك طاقه عن طريق ان في حاجه في الخلايا اسمها ميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي بتطلع الطاقه اللي انت بتتحرك بيها وبتعمل بيها نشاط وهكذا. فالجلوكوز اساسي للطاقه بتاعتك وما ينفعش تستغنى عنه. المشكله بقى بتيجي لما بتاخد كميات كبيره من السكر. هنا اولا الكميه الكبيره دي بتخش الجسم على طول، البنكرياس بيبدا ان هو يفرز الانسولين. الانسولين اللي بيبدا عمليه ان هي بيحاول بقى ايه يصرف السكر ده بسرعه في اماكن معينه. طبعا بعد ما ناخد الكميه اللي احنا عايزينها وندخلها الخلايا عشان نكون طاقه فخلاص بنخلص من الموضوع ده. بعد كده بيبدا يحول الجلوكوز ده لجلايكوجين اللي بيتخزن بعد كده في الكبد وفي العضلات. العضلات بتعمل لها بتاع 400 جرام، يعني انت كل نص كيلو جلايكوجين كده انت بتخزنه. طبعا الجلايكوجين ده مهم جدا لانك بتحتاجه بعد كده في حاله مثلا الصيام، في حاله مثلا انت ما اكلتش كتير طول النهار او كده، بيتحلل الجلايكوجين ده ويتحول لسكر عشان يديك طاقه تقدر تتحرك. بيفسر احنا ليه بنقدر نستحمل في الصيام، يعني لو من غير الموضوع ده يعني دي نعمه من ربنا. اتمنى بعد اول ساعه ساعتين من الصيام فخلاص هنفرهد، خلاص خلصنا كده. بيحصل ايه في الجسم بقى لو عندك زياده في السكر اكتر من المعدل ده؟ يعني خلاص بقى ايه الانسولين راح مخزن الاول في الخلايا، كده راح مودي على الكبد، بعد كده راح مودي على العضلات، لسه في برده كميه سكر. هنا بقى بتتحول الى دهون وتبدا تتخزن في البطن وفي الارداف بقى وفي الرجل وفي الحاجات دي كلها، يعمل لنا بقى الكرش الجميل بتاعنا ده. انا لازم اديك ملحوظه صغيره جدا، ان واحده من اكتر انواع السكريات اللي بتتخزن وتتحول لدهون بسرعه هي الفركتوز. الفركتوز ده اللي بيبقى موجود في الحلويات اكتر، وده بيبقى اسرع واحد فيهم يتحول لدهون. بالتالي كتره استهلاكك للحلويات ده بيخليك انت تتخن وتزيد في الوزن. دي مشكله عشان بس الناس اللي تقول لك ايه انا عايز ازيد في الوزن في الجيم وبتاع،
في الجيم انت بتزيد عضلات، انما انت هنا احنا هنزيد دهون، فدي هتبقى اسوأ بالنسبه لنا. بتخش في عمليه ان انت تحول الدهون ديت لجلوكوز تستفيد بيها كطاقه، بعيدا بقى عن الجلوكوز او الكربوهيدرات اللي انت اكلتها في اليوم، يعني دي بتمشيك، لا انت عايز بقى تحول الدهون دي للطاقه اللي هي اللي تمشيك عشان تقلل منها. فبقى تخش بقى في صيام متقطع وتحاول تقلل من اكلك والدنيا دي كلها، يعني لعبكه كبيره. برضه من مشاكل السكر الفركتوز اللي موجود في الحلويات ده، زيادته والاستهلاك منه بكميه كبيره هتحول للدهون، الدهون دي هتتراكم على الكبد، تعمل لك مشكله من مشاكل السكر وهي مقاومه الانسولين. هو السكر من النوع الثاني، يعني هتجيلك مرض السكر من النوع الثاني. الانسولين اللي بيتفرز في الجسم مش كافي ان الخلايا تمتصه، وبالتالي بيحاول البنكرياس ان هو يفرز انسولين اكتر، والخلايا مش عارفه تمتصه برضه، او مش عارف ان هي يعني تستفيد منه، اللي هي مقاومه الانسولين بقى، يعني هنا بيقاومه، فده بيضطرك بعد كده انت تصاب بالسكر وتبدا تاخد ادويه. عشان كده طول ما انت بتستهلك من الحلويات دي فانت عرضه اكبر يجي لك السكر من النوع الثاني. وكل ده بيدور في عمليه اسمها عمليه قفزات الجلوكوز. قفزات الجلوكوز دي اللي انا شرحتها لك من شويه، اللي هي ايه، تاكل كميه كبيره من السكر فهترفع لك الجلوكوز في الدم، فيبدا بقى الانسولين دايخ بقى عمال يخزن هنا ويخزن هنا ولسه فاضل شويه فنحولها لدهون ومش عارف ايه. العمليه دي بقى هي اللي بتخليك تحس بالخمول بقى اللي انت بتشوفه ده بعد ما بتاكل مثلا وجبه تقيله قوي، مثلا مكرونه بشاميل كده صينيه تخش تدبها مثلا في رمضان ولا حاجه، تاكل حلويات بكميه كبيره، ده اللي بيحسسك بالخمول بعد كده. قفزات الجلوكوز دي بقى ليها اضرار كتير. قفزات الجلوكوز واضرارها تم شرحها في كتاب اسمه شوجر ريفولوشن، اللي فيه فيديو جامد جدا لعلي محمد علي، يعني هسيبه لك في الكومنتات تحت، بيشرح فيه الكتاب بكل اللي فيه، كل الفوائد والنصايح ازاي تتعامل مع الجلوكوز. ولكن انا جايلك هنا بكام نقطه مهمه جدا من الكتاب ده، يعني انت ممكن تستفيد منها وانا نفسي استفدت منها. اولا، ايه هي اضرار قفزات الجلوكوز؟ رقم واحد، الجوع المتكرر والشره، عن طريق ان الجلوكوز او الزياده الجامده في الجلوكوز دي بتخلي ان في تثبيط لهرمون اسمه هرمون الليبتين بيقلله يعني، وده المسؤول عن الشبع بالنسبه لك، فانت تلاقي نفسك عمال كل شويه جوع، كل شويه عايز تاكل. حاجه الخمول وضعف الطاقه. فكره الخمول دي بتنتج نتيجه ايه؟ زي ما قلت لك، لو في كميه كبيره جدا من الجلوكوز في دمك، لما بيروح على الخليه او بيخش الخليه، الكميه الكبيره ديت الميتوكوندريا اللي موجوده في الخليه اللي هي مسؤوله عن انتاج الطاقه، هي بتبقى مظبوطه على يعني رينج معين من الطاقه ما ينفعش تزيد عنه. لما الكميه الكبيره دي بتخش تحس في الاول كده بنشاط جامد، بعد كده تبدا تخش في الخمول على طول، نتيجه ان الميتوكوندريا دي لو دخل لها رينج عالي من الجلوكوز خلاص بتفهم، بتفصل بقى، تقول لك انا مش شغاله، مش هعمل حاجه يا معلم، خلاص شكرا كده انا كده اكتفيت، فتحس ان انت دخلت في خمول على طول. وبناء على النقطه دي بقى بيخش في مشكله ثالثه، وهي تدهور القدرات الذهنيه، التفكير بقى والمذاكره والكلام الجميل اللي احنا قلناه ده لان المخ هو اكتر عضو بيحتاج طاقه في الجسم كله عشان يعمل العمليات الذهنيه اللي انت بتشتغل فيها طول النهار. زي ما قلت لك الميتوكوندريا هيوصل لها كميه كبيره من السكر، فبالتالي مش هتشتغل بالكفاءه، فهتحس بخمول، فالمخ هيحس بخمول، وبالتالي العمليات الذهنيه بتاعتك او اللي انت بتفكر فيها مش هتبقى في احسن حال ليه. وطبعا ارق وصداع، وطبعا امراض تانية زي انت معرض طبعا للسكر زي ما قلت لك من النوع الثاني، امراض قلب والسمنه والشيخوخه، وفي ناس تقول لك كمان الالزهايمر. حرفيا انت يعني كل ما عمال تستهلك سكر كتير فانت يعني فاهم بتكبر في السن بدري. طب يا عم يوسف خلاصه كده ازاي ننظم حوار السكر ده وايه اللي نعمله وايه اخطاء اللي انا عملتها؟ رقم واحد، خلينا نتكلم عن الاكل نفسه او الكربوهيدرات اللي انت بتاكلها، اللي انت لو انت مش عارف النشويات زي الرز والمكرونه والحاجات دي بتتحول جوه الجسم لجلوكوز تستفيد منه كطاقه. طبعا اول خطا انا عملته ان انا زي ما قلت لك انا وقفت سكر، ولكن الكربوهيدرات كنت باكل اي حاجه بتيجي قدامي. وده الشيف الشربيني. لا الموضوع مش كده، الموضوع محتاج الصراحه تنظيم، وهو ان انت في الوجبه بتاعتك مثلا لو احنا زي ما ضربنا المثال بتاع المكرونه البشاميل، انت هتلاقي مثلا مكرونه بشاميل ولحمه ومش عارف ايه وسلطه وهكذا. اهم حاجه تبدا بيها هي الالياف موجوده في الخضروات، فانت طول ما موجود سلطه على الاكل اضرب سلطه في الاول. ليه بقى يا معلم؟ لان الالياف دي اول ما بتروح على المعده في الاول كده على طول بتعمل حاجه زي جدار عازل كده، بتبطئ من امتصاص الجلوكوز او السكر اللي بيخش الجسم بعد كده. فاحنا مثلا هنبدا اول حاجه بالالياف، ثاني حاجه حته اللحمه بروتين ودهون، بعد كده نشويات. الالياف دي تروح المعده تعمل الطبقه العازله اللي انا بقول لك عليها ديت، على ما يجي دور النشويات اللي هي المكرونه البشاميل نفسها بقى. ضربت بقى طبق السلطه في الاول ده، لما تتحول لجلوكوز حتى لو هي بكميه كبيره هتبقى ابطا في امتصاصها وتاخد وقت اطول، بالتالي ما تحسش بخمول بعد الاكل على طول. تاني حاجه من تنظيم الاكل وهي ان الحلو بعد الاكل حاجه بديهيه ومعروفه يعني، عشان زي ما قلت لك ان انت خلاص كلت في الاول الياف وبعد كده دهون وبروتين وبعد كده كربوهيدرات، فلما تيجي تاكل سكريات يبقى امتصاصها ابطا في المعده، ما يحصلكش الدوخه او الخمول اللي
بيجيلك بعد ما بتاكل ده. 3 افطار بدون سكر. اسوأ حاجه تعملها ان انت تفطر حاجه مسكره، ممكن بقى كوبايه الشاي وعلبه البسكوت اللي انت بتعملها دي، يعني فاهم، لا دي ما تنفعش خالص، خاصه لان انت بعد بقى لسه قايم من النوم تبقى معدتك قعدت فتره طويله جدا من غير ما تعمل اي عمليه هضم، اللي هي جاهزه جدا لهضم وامتصاص اي حاجه هتيجي في وشها. انت تروح خابطها على طول بسكر كده في الاول، هيمتص بسرعه في الدم، هيوصل الخلايا، هيعمل لك خمول، هتلاقي اليوم كله ضارب منك. رقم 4 بلاش تدبها في الاكل. بص، بالمناسبه ان احنا داخلين على رمضان فلازم تبقى عارف المعلومه دي، لما تيجي تفطر يعني بلاش تخش جامد في الاكل بالبشاميل على مش عارف على الجلاش على حته من هنا وتعمل تخمه في معدتك وتقعد بقى انت فاهم مش قادر تتحرك. لا يعني حاول ان انت فعلا يعني فاهم تبدا بلبن بتمر بالحاجات اللي هي في الاول الخفيفه ديت، ان انت ايه تحرك المعده شويه كده، لان ده ليه خطر تاني جدا بعيدا برضو عن السكر، وهو ان انت لما بتاكل اكل كبير جدا في المعده الدم كله بيبدا يتحول عشان يحاول يخلص الكارثه اللي انت عاملها دي، فبيبقى دم قليل واصل للمخ، دم قليل واصل للقلب، ده بيعرضك اكتر لو انت مش شخص رياضي، مش شخص بتعمل حركه، شخص على الاقل مدخن، عندك زياده في الوزن، انت تصاب بحاجه اسمها الانجينا، او ان فكره ان الاوعيه الدمويه يحصل لها حاجه شبه جلطه كده، او يقلل الدم اللي واصل لجزء من القلب. انا قلت لك لو انت صحتك مش شايلاك كده يعني الموضوع ممكن يعمل لك مشاكل. رقم 5 الفاكهه. سكر يا اسطى. طبعا طول الفتره اللي انا كنت فيها قاطع سكريات كنت باخد السكر بتاعي اللي هو الطعم المسكر ده من الفواكه، تفاح، موز، الحاجات دي كلها، طبعا ده مهم جدا ومفيد جدا واحسن بديل بالنسبه لك للسكريات، لكن الاعتدال في اي حاجه هي الحاجه المناسبه. يعني كوبايه عصير البرتقال ديت ممكن تعمل لك قفزه في الجلوكوز عادي جدا، لو انت شاربها الصبح كده على الريق فاهم هتعمل لك قفزه في الجلوكوز برضه، فاهم، خليك معتدل، خليك متوسط. احنا بناكل فاكهه لان الفاكهه مهمه، خاصه ان السكر فيها طبيعي وكويس، لكن فاهم يعني ما تافورش، يعني خليك ايه في المتوسط. سادسا واخيرا نوقف سكر على طول ولا نعمل ايه؟ انا عشان كنت يعني داخل وفاتح صدري كده على الدنيا فاهم، رحت موقف على طول، يعني اللي هو قاطع بقى، يلا يابا مفيش سكر ومفيش اي حاجه، كربوهيدرات وهندبها في الاكل، ولكن سكريات في الشاي والحاجات دي مفيش خالص. ده مش احسن حاجه زي ما بقول لك، لان يعني لسه سن صغير والدنيا شايلاني وجسمي شايلني، اقدر اتعامل واقاوم مع الموضوع ده. لو واحد تاني حاول يعمل حركه زي دي ممكن تاثر عليه، انت حاول تقلل واحده واحده تدريجيا لحد ما تظبط نفسك كده على رتم معين. يعني انا حاليا ممكن ارجع ابدا تاني اشرب شاي بسكر، ولكن نص معلقه بالكتير واظبط نفسي على كده. القطيعه الخالص ديت مره واحده يعني مش مناسبه لكل الناس، فاهم، ما تاخدش التجربه دي وتروح تجربها على نفسك وانت حالتك الصحيه والرياضيه مش احسن حاجه. اعقل الكلام كده، فاهم. النهايه ان انت توقف سكر دي حاجه مفيده جدا، انصحك بيها، لكن بالعقل زي ما قلت لك، ترتيب اللي انا كنت بقول لك عليه في الاكل هيفرق معاك طبعا. لو انت بتروح الجيم، يعني انا عشان لسه راجع اروح الجيم فبدا التاثير بتاعه يبان، مشكلته بس من ناحيه الطعم ديت، يعني عشان تتعود على طعم المراره ده فيعني ايه حاول تستبدله بالفواكه اكتر. حته التفاحه دي هتكون كافيه جدا بالنسبه لك، والله حلوه، مش محتاج بقى بسبوسه ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني فاهم، دي كويسه. بس يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. عجبك الفيديو متنساش تشترك تحت في الكومنتات، لو انت استفدت باي حاجه قول لي برضه تحت في الكومنتات. وفي الاخر اللي كان في الاول ده كان كله تجربتي الشخصيه، واللي ممكن تمشي معاك وممكن ما تمشيش معاك برضه، بس اهم حاجه هي صحتك، شوف اللي مناسب لصحتك وامشي عليه. لو عجبتك النوعيه دي من الفيديوهات برضه اكتب لي في الكومنتات، ويعني انواع الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها عن تجاربي الشخصيه ديت برضه اكد لي لو هي عجباك جدا، يعني اكتب لي برضه في الكومنت. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.